احنا يسعدنا ويشرفنا ان احنا يكون معانا دكتور حاتم نعمان، افضل مركز السنه دي معانا في مهرجان القناه الفضائيه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. اهلا بحضرتك. منورنا النهارده في المهرجان. بنورك والساده المشاهدين والاستاذ احمد علي والقام بدور رائع بصراحه. مبروك على الجائزه، الف مبروك. الله يبارك فيك وعلى ربنا يخليك. واخد حضرتك جائزه احسن مركز في الشرق الاوسط، صح؟ الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نتمنى العالميه بامر الله. ان شاء الله. طب انا كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه رايك في مهرجان القنوات الفضائيه؟ صراحه حاجه تشرف كاعلام مصر وعربي، وشيء منظم، واشكر فعلا رئيس المهرجان والمنظمين للمهرجان كلهم والفنانين وكل اللي اتكرموا، لان فعلا حاجه جميله ونتمنى لمصر الرخاء اكثر واكثر. ايه رأي حضرتك ان مهرجان بكل شفافية يعني بكل شفافية، المركز حضرتك واخد فوت، الفنانين واخدين فوت، يعني متجدد، مش مهرجان تقليدي او بتحكيم او لجنة تحكيم او كده. ايه رأي حضرتك في الفكرة دي؟ لا، في واقعيه اكتر، في كان في تصويت، وفي مشاهده عاليه، وفي كان ناس كتير قوي ليها اراء لحد ما وصلوا لافضل مراكز، سواء فنانين او ممثلين او دراما او مخرجين او مركز طبي الحمد لله. فان شاء الله نتمنى دايما افضل والافضل ان شاء الله. ليه مركز الدكتور حاتم نعمان هو افضل مركز في الشرق الاوسط؟ انا عايز اعرف، المشاهدين عايزين يعرفوا. طبعا احنا الحمد لله بنتعامل بافضل اجهزه عالميه، كل الاجهزه بتاعتها تبع الاتحاد الاوروبي ومنظمه الصحه العالميه. قربنا من منظمه الصحه العالميه من حوالي سنتين، والاتحاد الاوروبي من حوالي سنه 2014، والحمد لله انا كرمت في بلد مصر، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. الاجهزه الحديثه الامنه، النتائج السريعه، مش شغل تجاري طبي ولا اجهزه صيني ولا اجهزه تعبانه، لا، كل الاجهزه الصحيه معموله ببروتوكول طبي ليستفاد بيها المريض ونجيب نتيجه افضل. دكتور، مهم قوي ان الاجهزه اللي بقى بنستخدمها تبقى اجهزه موثوق فيها، والدكتور والدكاتره يبقوا موثوق فيهم. قد ايه النصيحه دي احنا عايزين نقولها للمشاهدين؟ بصراحه هي بقت مهنه لا مهنه له، يعني معلومات مهنه يبدا يشتغل في يجيب جهاز او جهازين صيني او تحت السلم زي ما بيقولوا، ويبدا يشتغل بيها. اكتر واحد بيضر المواطن المصري او اللي عايز يتعالج، فبيجيب نتيجه عكسيه. بينزل 5 6 كيلو بيرجع 20 كيلو، ويبدا يجي له امراض صحيه خطيره جدا. مثل الاجهزه، عندنا اجهزه صحيه بتعالج امراض السمنه، ثم بتسبب الاسباب اللي بتسبب السمنه، يبدا يعالجه لي على مدار 42 يوم ل3 شهور. يعني في ناس حالات عندها بتاكل قليل وبتتخن، في اجهزه خاصه برفع الطاقه. في ناس بتاكل كتير، في اجهزه خاصه خارجيه مش ولكن داخليه بدون جراحه، تصغير المعده في خلال 3 اسابيع. فعشان كده الحمد لله جبنا نتائج صحيه بدون اي اثار جانبيه. انا هاجي لك يا دكتور بقى. ربنا يخليك، ربنا يشرفني، ده انا قاعد مبسوط بيك. دكتور، طيب حضرتك تتمنى ايه في الفتره القادمه تقدمه تاني جديد للجمهور؟ ان شاء الله باذن الله، احنا باذن الله خلال فتره 6 شهور الجايين عاملين حاجه انقلاب طبي زي ما بيقولوا. هنجيب شيء جميل سريع المفعول، نتيجه هايله في خلال 42 ساعه، سوري، في خلال 72 ساعه في 3 ايام بيبدا الجسم التمثيل الغذائي عنده يعلى، فبالتالي الحرق عندي بيزيد. ابدا اكل طبيعي بقى، اكل رز واكل مكرونه بشكل طبعا معقول، وابدا في نفس الوقت اخس في الوزن بدون اي اثار جانبيه، وده ان شاء الله خلال 6 شهور بامر الله. دكتور حاتم، انا مبسوطه جدا ان المركز بتاع حضرتك اتكرم، وده طبعا يستاهل، والف مبروك على التكريم، ويا رب من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم يا دكتور. شكرا جزيلا ليك. ميرسي يا دكتور، شكرا. شكرا جزيلا يا فندم.